تعالى كده اسمع معايا أنغام بتقول إيه. قالوا ما بتقفش على حد الحياة، وانا حياتي ما وقفتش، بس ما عشتش يوم زي اللي عشته وانا معاك. مين فينا معاش التجربة دي؟ مين فينا ما عندوش حد مش قادر ينساه ولا يتخطاه مهما قابل أو دخل علاقات؟ حد روحك متعلقة بيه، اشمعنى هو؟ اشمعنى هي اللي مش قادر تنساها؟ عاملك عمل؟ طب سحر؟ ده اسمه ايه ده؟ ليه في نسخة منك مش بتعيشها غير مع الشخص ده؟ الحقيقة ان الإجابة في نفس السؤال. في نوع من العلاقات نادرة جدا بيحصل فيها ارتباط طاقي بين الاتنين. الطاقة اللي ما بينهم لا معتمدة لا على عقل ولا على منطق ولا حتى على معاملة. حد يحب واحدة قاسية جدا، وواحدة تحب واحد بيمرمطها. دي علاقات بتمس نقطة ضعف جواك، صدمة من صدمات الطفولة، فبتسيب بصمة طاقية جواك وتخليك دايما مربوط بالإحساس اللي عاشه قلبك معاه. مش زي ما انت فاكر انك مرتبط بالشخص نفسه، هو لمس جواك حاجة من غير ما يقصد، فتفضل حاسس بيه رغم كل البعد والخلافات. مش الحب في صورته العادية، لكنه افتتان بالطاقة اللي كانت ما بينكم، وكل واحد بيفتتن بالطاقة على حسب هواه. واحد تفتنه طاقة الجاذبية والإغواء، حد تاني يفتتن بطاقة الثقافة والحضور، واحد تاني يفتتن بالكاريزما والجمال. كله على حسب ذوقه، وده يخليك رغم البعد وانتهاء العلاقة بتفتقد الشخص ده بالذات، وبتدور عليه في كل الوشوش، وانت في الحقيقة مش مفتقد الشخص، لكن مفتقد الإحساس اللي كنت عايشه معاه، الإحساس اللي حسيت بيه لأول مرة معاه. وده يخليك من غير ما تقصد محافظ على شعلة من غير نار، زي كده شمعة مطفية لسه ريحتها مالية المكان. في حاجات كتير راحت خلاص مع غيرك ما نفعتش، في نسخة مني مش بعيشها إلا وأنا وياك. يمكن عشان كده في ناس بتفضل عايشة جواك مهما مرت السنين، ومهما انتهت العلاقة، ومهما كانت نهاية العلاقة وحشة أو بشعة، ومهما قابلت بعدهم 100,000 شخص ودخلت معهم علاقة كمان، لأن ده مش حب عادي، ده ارتباط طاقي. وده اللي أكدت عليه أنغام في أغنية تانية لما قالت: كل صفحة قفلتها مستحيل أرجع لها، إلا صفحة فيها صورتك عمري واقف عندها. والسؤال دلوقتي،